هنعمل مع بعض النهاردة كفتة الفراخ أو كباب الفراخ. حاجة كده خطيرة وطعمها حكاية. وكمان هنعمل سلطة التومية من أسهل الطرق اللي ممكن تعمليها لسلطة التومية. يلا بينا نشوف الجمدان ده كله هنعمله ازاي. وعايزة أقول لكم الوليمة دي كلها بالربع كيلو بس من صدور الفراخ. يلا بينا نشوف طريقتنا هتبقى ازاي. معايا هنا بصلتين كبار مع فلفل أخضر هننزل بيهم على طول في الكبة. وبعد كده هننزل عليهم معلقة كبيرة من الفلفل هريسة الفلفل الحارة، أو ممكن تحطوا الفلفل الأحمر الحلو. هنفرمهم كويس لغاية ما ينعموا معايا. بعد كده هبدأ أصفيهم علشان أنا مش عايزة في خلطة الكفتة يبقى فيها أي سوائل. بعد ما أصفيها كويس، طبعا المية دي مش هنكبها علشان هنحتاجها شوية. هتشوفوا معايا هنعمل بيها ايه. بعد كده هنجيب في نفس الكبة، بعد ما غسلناها كويس وشطفناها تماما ونشفناها من المية، هننزل بربع كيلو من صدور الفراخ مقطعينها مكعبات مع ليا ضاني أو حتة دهن يعني. هنفرمهم مع بعض لغاية ما ينعموا كويس جدا. بعد ما فرمتهم ونعموا معايا بالشكل ده هننقلهم في طبق. شايفين أنا عايزة ده يبقى القوام المظبوط. هننقلهم في طبق دلوقتي وبعد كده هنشوف هنعمل ايه كمان. هننزل عليهم بالخضار اللي صفيناه، البصل والفلفل. وبعد كده معانا ربطة من البقدونس مقطعينها قطع صغيرة. وبعد كده هنحط شوية ملح، ونظبط الملح على حسب مذاق كل حد يعني. وبعد كده هنحط بابريكا مدخنة وكزبرة ناشفة وبودرة ثوم والسبع بهارات وفلفل اسود. وبكده تبقى دي البهارات بتاعتنا. نبدأ نعجن الكلام ده كله مع بعض مع نص معلقة كبيرة من الدقيق علشان يربط الكلام ده كله مع بعض. ونفضل نعجن لغاية ما كل المكونات تدخل مع بعض بالشكل ده. بعد كده هنغطيها بستريتش راب أو كيس تلاجة، وهنسيبها ليلة كاملة في التلاجة. وده يفضل انها تفضل ليلة كاملة في التلاجة او على الاقل ساعتين. تاني يوم بقى هنجيب هنا عيدان الشيش هننقعهم في مية علشان يبقوا سهلين جدا لما نيجي نطلع منهم الكفتة تطلع منهم بسهولة. بعد كده هنجيب مية البصل والفلفل، هننزل عليها معلقة كبيرة من الكاتشب ومعلقة كبيرة من دبس الرمان ومعلقة كبيرة كده من عسل الأبيض أو عسل النحل وثلاث فصوص توم مفرومين وعصير ليمونة وشوية ملح. ونقلب الكلام ده كله مع بعض وهنشوف شوية كده الصوص ده هنعمل بيه ايه. بعد كده هنجيب الكفتة بعد ما ريحناها في التلاجة، يلا بينا على طول نبدأ نصبحها. وعلشان نشكل الكفتة من غير ما تلزق في ايدينا لازم نكون بلين ايدينا بالمية. ونبدأ نشكل في العيدان ونبدأ نحطها في صينية او على شبكة زي ما انا عاملة كده. وطبعا في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة عالية. بعد ما خلصت كده كل الكمية، عايزة اقولكم شايفين الكمية اللي طالعة معايا، وكمان كان لسه فاضل باقي كفتة بس علشان الصينية كده خلاص مش هتشيل كمان تاني يعني. بعد كده يلا بينا نعمل مع بعض سلطة التومية اللي من اسهل الطرق اللي هتعملوا بيها التومية. كوباية كبيرة من الزبادي هننزل عليها بمايونيز كده زي نص كوباية مايونيز مع حبة توم حلوين، معلقة صغيرة من الخل والملح، ونقلب الكلام ده كله مع بعض. وبكده عملنا اسهل واسرع تومية. عايزة اقول لكم بجد طعمها خطير، شايفين القوام بتاعها حكاية. تعالوا بقى نحضر الصينية اللي هنقدم عليها الكفتة الخطيرة اللي معانا. بنجيب الصينية وننزل عليها بالعيش الشامي بالشكل ده. وبعد كده الصوص اللي عملناه مع بعض هنبدأ ندهن بيه العيش اللي معانا ده. عايزة اقول لكم ان الصوص ده طعمه خطير. وكمان لسه هنعمل بيه حاجة كمان هتشوفوا معايا. كملوا انتوا بس معايا لاخر الفيديو وانتوا هتشوفوا الحاجات الحلوة اللي هنعملها مع بعض. بعد كده معانا جرجير وبصل مقطعينهم مع بعض بالشكل ده، وهننزل عليهم بحبة سماق ونقلبهم مع بعض ونفرشهم على العيش بالشكل ده. يلا بينا نشوف الكفتة اخبارها ايه. هنا بعد ما طلعت من الفرن كانت استوت بس محتاجة تاخد لون. هنبدأ ندهن الكفتة اللي معانا بالصوص اللي معانا ده علشان ياخد لون خطير.
طبعا في الوقت ده بعد ما دهناها بالفرشة بالشكل ده او بالصوص هندخلها تحت الشواية، يعني طفينا الفرن هندخلها تحت الشواية، واول ما تاخد لون بنخرجها ونبدأ نقلبها على الناحية التانية، وبرضو نرجع ندهنها بالصوص اللي معانا، وبعد كده ندخلها تحت الشواية برضو علشان تاخد لون. وبكده تبقى الكفتة معانا جاهزة، يلا بينا نبدأ نقدمها على الصينية اللي مجهزينها معانا. شايفة ازاي بتطلع بكل سهولة علشان العيدان كنا نقعينها في الأول؟ شايفين المنظر وشايفين بجد لوحة فنية حاجة كده خطيرة. ويلا بينا بقى ندوق أعمال ايدينا ونشوف أخبار الجمدان ده كله عامل ازاي. نجيب كده السندوتش وننزل بسلطة التومية، بجد حكاية. ودوقولي هنا أحلى سندوتش لكفتة فراخ أو كباب الفراخ، حاجة كده خطيرة. شايفين المنظر بجد حكاية. شايفين بيتقطع معايا بكل سهولة، بجد مستوية وطعمها حكاية، وعلى عايزة اقول لكم الريحة كانت خطيرة. ودي كانت وصفة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم.